واش الاب العائله، واش مراس المناضل؟ يعني احنا عائله مراس، نقولها لكم بكل صدق، انا عرفت الاب وعرفت الام وتنعرف العائله. لا يمكن الا ان اطلب منكم ان تصفقوا معي جميعا. المرحوم أحمد العراف تتسلم عراف. هذا من مناضلي ديال قطاع التعليم والنقابه الوطنيه للتعليم، وكان خاصه افتهنا بامتداداته الشعبيه لا في وسط الاساتذه والنضال داخل النقابه ولا في وسط الاجيال التي تربت على يديه، فرحمه الله عليه ويسخر جميعا من هنا استاذ هنا ما نزيدوا صعيب. اتحاد قيدويين اتحاديين بوادم مليل، اول من هيكل الفرع الاتحاد الاشتراكي بوادم مليل، حيث كمل المكتب ديالو بالزوجه ديالو اطال الله في عمرها. يتواجد معنا الاخوان ديالو، هذا سوى عرب محبه وعرفه لما قدمه لهذا الحزب، فليتفضل. السلام عليكم. الدائرة النسائية نتمنى لها الشفاء العاجل. يتسلم الدرع زوجها المناضل حبر عبد القادر والاخت ديالها مالكه الشنبي. الله يقويكم، الله يقويكم، الله يجعلها، تبارك الله عليكم، الله يقويها، الله يقويها، الله يشفيها. لا مالك كانت في الصغر اللي كانت الاخ 20 ومن ابناء الوطن مبارك كذلك. الجنين اسمحوا لي انا اشتغلت الى جانبي واشتغل الى جانبي، كان نائبا برلمانيا لما كنت رئيسا للفريق، واشتغلنا في البرلمان في الظروف الصعبه في الظروف الحرجه. شهد لله كان يستيقظ بتازة وينام على تازة. كان حريص على رفع كل قضايا تازة وكل مطالب أبناء تازة، كان حريص على أن يوصلهم إلى قبة البرلمان، وكان بكامل الصدق أحيانا نوصلوا إلى محاولة إقناعه. وسيدي راه ما كايناش في البلاد وحدها تازة، راه حنا ممثلي الأمة، ماشي ممثلي
كنقولوا ليه بزاف على هادشي. انا بصدق سررت اليوم الاخوان لقوني مع الاخ عبد الجليل الذي ما فتئت دائما اسال عنه، تنتمنى له الصحه والعافيه والمزيد من الصمود ودعم الاخوان في مسيرتهم هو الاصح، وككافه الاخوان لا شك انه سيعمل على الرفع من القيم والبرامج والأفكار التي ناضل من أجلها، والعمل جميعا لنواجه استحقاقات 2026. شكرا لكم. الاتحاد الاشتراكي فرع بوشفعة سنة 1973، إجازة في الحقوق سنة 1984، مناضل وفي لم يتبدل لم يغير أي شيء، يستحق التكريم فليتقدم مشكورا. إخوان المكرمين، غنديروا صورة جماعية مع الأخ الكاتب الأول. أعلن عن نهاية الجلسة الافتتاحية، وغادي نتركوا واحد 10 دقائق للاستراحة. من بعدها إخوان المؤتمرين والمؤتمرات غادي يلتحقوا بالقاعة.